الناصر مصطفى اسماعيل البغدادي. عبد الناصر مصطفى اسماعيل بغدادي. اهلا بيك استاذ عبد اهلا الناصر. بيك حبيبي. مش هقول لك اخترت ولا لا، لان واضح انك اخترت خلاص. مظبوط. مظبوط. اخترنا واحد مننا. ليه؟ عشان هو واحد مننا، يعني هو الشخص الوحيد اللي بيعبر عن مبادئه وبيعبر عن رغباته وبيعبر عن مش الوحيد اللي بيعبر عن الثوره، بس الوحيد بيعبر عني وعن اللي انا عايزه. وانحيازاته كلها انحيازات للفقراء، وده اللي يهمني الفتره الجايه. احنا ما قمناش بالثوره رغم ان انا ما شاركتش فيها، انا كنت مقيم بره، بس كانت روحي موجوده في الميدان مع الثوار هناك. هو الوحيد اللي منحاز لمطالب الثوره بشكل واضح، مش بشكل موارب او بشكل مصدقين. كلام مصدقين. باختصار احنا مصدقين اللي بيقوله ومصدقين كل خطوه هيعملها، وفي النهايه فعلا شعاره ان هو واحد مننا، هو فعلا واحد مننا، واحد مختارين واحد مننا. ده باختصار ايه شديد رايك في جدا. الانتقادات اللي متوجهه له اليومين دول؟ مساله بنته، مساله تحالف مع الاخوان. لا، اي فتره انتخابات، لا طبعا اي فتره انتخابات لازم الدعايه السوداء دي بتكون وارده جدا. كل المرشحين متعرضين للدعايه السوداء دي، بس المهم ان الشخص اللي يكون يعني مؤيد لشخص معين او متحمس لشخص معين لازم يفرق بين الدعايه المغرضه اللي هدفها تشتيت الاصوات وبين الحقيقه. ما ظهرش الكلام ده كله اما كان في البرلمان، اما كان معارض في البرلمان، اما بدا الترشيح، ما ظهرش كل الكلام اللي بيتقال عنه دلوقتي الا ما بدا فعلا الناس يشعروا ان هو الحصان لسه الانتخابات، وان هو فعلا هو اللي ان شاء الله هيعمل المفاجاه الكبيره اللي ما حدش متوقعها. عشان كده بدات الاشاعات. ده الاشاعات دي بالعكس بتطمني زياده، كل ما تقطع اشاعات عليه وكل ما بيتقال الكلام ده عليه كل ما بشعر ان كل الناس اللي ضده خايفين منه، وده بيزود من نجاحه وبيزود من فرصته كبيره جدا ان شاء الله في الانتخابات اللي جايه. ان شاء الله يا رب. ايه راي حضرتك في اقبال المصريين؟ طبعا فرحه كبيره. احنا عمرنا كله، انا عايش عمري كله بره، اول مره في حياتي احس ان انا ليا صوت مؤثر في بلدي. فطبعا كل الناس جايين اكنه عرس فعلا، اللي بنقول عليه العرس الديمقراطي، ونتمنى ان هو يكون كده، ونتمنى ان هو يتكرر. المشكله اللي احنا رغم ان الجو حر حضرتك عرقان اهو. لا مفيش مشكله، يعني الجو حر هنقعد ساعه ساعتين ثلاثه يوم مفيش قضيه. في غيرنا قاعد 18 يوم في الميدان مقيم، وفي غيرنا استشهد، وفي غيرنا اتصاب. كل ده شيء لا يمثل شيء بالنسبه للي عملوه في مصر. فنتمنى ان شاء الله ان يكون صوتنا فعلا موجه للاصلح، وربنا يولي امورنا الاصلح ان شاء الله. واللي عايز اقوله حاجه واحده بس، ان فعلا في مصر في 3 تيارات اساسيه موجوده في الانتخابات. في تيار بيتحكم فيه المجلس العسكري، بيتحكم فيه العسكر، والتيار ده ليه مجموعه من المرشحين وللاسف اعلانهم انهم على مسافه واحده. ايا كان ما بتكلمش على فرص، انا بتكلم على التيارات، بصنفها التيار بشكل عام. التيارات في المجلس العسكري بمرشحينه اللي معروفين محسوبين عن النظام السابق، وده مرجعيتهم هتكون قرار المجلس العسكري. وفي تيار اسلامي للاسف برضه قرارهم مش هيكون في ايد الرئيس، هيكون محسوب على تيار معين. الوحيد التيار مختلف اللي هيكون مننا هو تيار حمدين صباحي، هو الوحيد اللي في النص، لا هو منقاد لده ولا هو منقاد لده، هو الوحيد اللي هيوحد كل الصفوف. هو المرشح الوحيد، واقولها بكل ثقه، هو المرشح الوحيد في مصر اللي لو نجح مش هيحصل على انقسام. كل الناس مجمعة على انه شخصية محترمة، حتى اعدائه فعلا، حتى اعدائه اشد اعدائه كلهم مجمعين على انه شخصية محترمة. وبالتالي هو الشخص الوحيد اللي لو نجح ان شاء الله لا يمكن يحصل عليه انقسام، والشارع هيتقبله، مش هيحصل عليه اي قلق. اي حد من التيار الاول او اي حد من التيار الثاني هيعمل انقسام شديد جدا وحاله استقطاب عاليه جدا في مصر. احنا ما نتمناهاش في المرحله الجايه، نتمنى الكل يلتف حوالين الخط اللي هيضمن الاستقرار ان شاء الله في مصر للفتره الجايه. وفي النهايه احنا بنجتهد وهو بيجتهد، كلها 4 سنوات، ان لم يحسن هنغيره وان احسن هنجدد له، وهو ده اللي احنا عايزينه الفتره الجايه. مش عايزين تيار يمسكنا العمر كله تاني. رساله بسيطه كده توجهها للمصريين اللي في الداخل. اللي في الداخل ولا في الخارج؟ اللي في الداخل بقى. اللي في الداخل. احنا خلصنا خلاص. احنا بنقول احنا بنجتهد. اقول بس حاجه بالنسبه لجمله بتقال على حمدين صباحي، ان هو ميال للتيار الناصري، وان هو ضد رجال اعمال، وان هو ضد الراسماليه، وان هو كذا وكذا. احنا بنقول احنا عاملين بالخارج، احنا للناس كلها في مصر بتعول على العاملين بالخارج ان هم رؤوس الاموال اللي عايزينها تستثمر جوه مصر. احنا بنقول لكم مش هنطمن على اي استثمارات جوه مصر الا في وجود تيار زي تيار حمدين صباحي. اللي بيتقال على ان حمدين صباحي ضد الرأسمالية ده كلام خطأ 100%. تاني الجملة دي حضرتك يا استاذ عبد الناصر، احنا كمصريين في الخارج ايه؟ احنا كمصريين في الخارج مش هنطمن على اي استثمارات لينا جوه مصر، او مش هننزل نستثمر جوه مصر الا مع تيار حمدين صباحي اللي هم بيشككوا فيه.
لان هو ده التيار الوحيد اللي احنا بنضمن ان هو ملوش ورقات غير للفقراء. احنا عايزين نعمل استثماراتنا عشان ننحاز للفقراء، عشان الشعب المصري وضعه يتحسن، مش عشان فئه معينه تتحكم فينا يمين او شمال. اعتبر دي رسالتك للمصريين اللي في الداخل. اتمنى لكل واحد قدر الامكان يركز ويفكر كويس ويبص على الموضوع، لا بعاطفته ولا بانتماءاته، يبص على الشخص اللي هو لو قالوا ان شاء الله يوم اعلان نتيجه قالوا حمدين صباح رئيس الجمهوريه باذن الله مش هيحصل اي انقسام. توقعوا او تخيلوا لو اتقال اي اسم خاص محسوب على النظام السابق او اي اسم خاص محسوب على التيار الاسلامي المتشدد. شوفوا الوضع او فكروا في السيناريو اللي ممكن يحصل لو حصل موضوع زي ده. نتمنى للكل حمدين صباحي، نتمنى للكل يدي صوت لحمدين صباحي ان شاء الله. بنشكرك استاذ عبد الناصر جدا، فرصه سعيده.